أهلا بيكم. معاكم غادة فويس. يلا بينا ندخل عالم فوكلر لحكايات تعيشنا في عالم الخيال والتشويق. بتبدأ حكايتنا مع المهندس عماد عبد الرحمن. اتنقل لفرع شركتهم في الأقصر، وسبب موافقته زيادة المرتب، وادوله سكن كمان يعيش فيه. وأول لما دخل الشقة لقى صديقه صلاح ساكن معاه في الشقة، ولكن عاجز قاعد على كرسي متحرك. قعدوا مع بعض يوم كامل، وأكلوا وشربوا مع بعض. وحصل حاجة غريبة. أولها وعماد بياخد دش حس إن في حد موجود معاه في الحمام. وتاني حاجة وهو بياكل ما كانش حاسس إن في أكل بيدخل في بقه أصلا، لكن عمل نفسه بياكل علشان ما يحرجش صلاح صديقه. وفجأة صلاح قال لعماد: يا ريت محدش يعرف إني معاك في السكن، ده أحسن ليا وليك. عماد طبعا ارتبك من كلام صلاح، وكان بيحاول يتغاضى عن إحساسه بعدم الارتياح، وقال لصلاح: أنا هنزل شوية أتمشى في المكان. لكن صلاح فكره بالوعد قبل ما ينزل إنه ما يعرفش حد بوجوده معاه في الشقة. عماد نزل وراح مطعم، وبالصدفة لقى صديقه شادي قاعد في المطعم. قعد معاه وكلوا مع بعض. وشادي قال لعماد: عامل ايه يا عماد في الشقة اللي انت فيها؟ عماد بتوتر: تمام عادي زيها زي اي شقة، هو في حاجة؟ شادي قال له: انا هحكي لك يا صاحبي، مش حابب انك تفضل على عماك. محدش عاوز يحكي لك علشان الكل خايف من اللي حصل. شادي بدأ يتكلم وقال له: انت اكيد عارف صلاح زميلك اللي كان في الشقة دي قبلك من 5 سنين. صلاح كان معاه ورق وصور تدين مدير الشركة، وصلاح حكى لواحد كان بيعتبره صديقه، وما كانش يعرف ابدا ان هو عصفورة للمدير. حكى للمدير كل حاجة، والمدير حب يساوم صلاح على اللي معاه. وصلاح لأن عنده شرف وأمانة رفض، وبعدها غاب أسبوع من الشركة. وبالصدفة كان مع صلاح واحد زميله في السكن، كان مسافر في أجازة يشوف أهله. وأول لما رجع وفتح باب الشقة لقى صلاح مرمي على الأرض مقتول، وبطعنات كتير، ودمه مال الأرض. صاحبنا خاف وجري وبلغ البوليس، لكن معرفوش مين اللي عملها، والقضية اتقيدت ضد مجهول واتقفلت على كده. عماد سأل شادي برعب: وانت عرفت كل الكلام ده ازاي؟ شادي قال له: صلاح بعتلي كل حاجة قبل ما يموت بفترة، ولكن خوفي على نفسي وعلى أهلي خلاني ما بلغش وسكت على كده. عماد قال له: طب أنا هقولك على حاجة. شادي رد عليه: الروح ظهرت لك يا عماد، مش كده؟ عماد قال لشادي: أنا وصلاح طول اليوم مع بعض النهاردة، وحصل كام حاجة غريبة في الشقة، وقلت يمكن تخيلات من تعب السفر. بس صلاح نفسه كان طبيعي، إنسان زيك، وبيتكلم معايا زي ما أنت بتتكلم معايا دلوقتي كده. شادي قال لعماد: احمد ربنا إنك كملت يوم من غير أذية صلاح. من يوم ما اتقتل وناس كتير بيسكنوا في الشقة وما بيكملوش ساعة وبيهربوا، ومنهم اللي اتجنن. معنى إن روح صلاح تسيبك يوم كامل ويظهر لك كإنسان طبيعي، تبقى الروح مطمنة لك يا عماد، وحاسس إنك أنت اللي هتكشف الحقيقة وتجيب له حق. عماد قال لشادي بتوتر: مين يجيب حق مين؟ أنت متخيل إني هكمل في الشقة دي ولا في الأقصر كلها؟ معنى كلامك إن أنا طول اليوم قاعد وبتكلم وبهزر مع واحد مقتول؟ لا 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 لا، مش هرجع الشقة دي تاني. وعماد كان مرتبك جدا وحاطط ايده على دماغه وجسمه كله بيعرق. شادي قال له: عماد ارجع الشقة، ما تخافش، وحد الله، ودايما خلي على لسانك الذكر، وانا مش هسيبك. وبعد اللي عرفته ان صلاح ظهر لك بالشكل ده انا اطمنت، ولازم احط ايدي في ايدك ونسلم المجرمين. روح الشقة وما تقلقش يا عماد، انا جنبك.
لو عاوزين تعرفوا ايه اللي هيحصل لما عماد يوصل الشقة وكل الأحداث اللي ممكن تحصل، انتظرونا في الجزء التاني. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من بوكلر.